ندى، تعرفي منى اللي هي ساكنة عندكم في الدور الرابع؟ اعرفها، مالها؟ اصل اخويا عايز يتقدم لها، بس كنا عايزين يعني نسأل عنها وعن عيلتها ومامتها يعني وباباها وكده. تعرفي ايه عنهم؟ يا لهوي منى، دي عارفة الشارع كله، واخلاقها اصلا مش كويسة خالص، ومامتها مش كويسة ولا باباها. مفيش اي حاجة عدلة اقولها لها. اقول لها ايه دي بس؟ لا بصراحة ما اعرفش، يعني انت ممكن تسألي حد تاني غيري. اصلا انا لو اتكلمت عنها هتعتبر غيبة، وانت عارفة الغيبة حرام ومن الكبائر وكده، فبلاش تسأليني انا. ممكن تكلمي حد تاني. تعالوا بقى اقول لكم ان الموقف ده غلط جدا، وندى ما اتصرفتش صح. عندنا مواضع لو اتكلمنا فيها ما تعتبرش غيبة اطلاقا. اول موضع وهو اللي حصل دلوقتي، المشورة. واحدة بتسألني عن بنت مثلا عايزة تخطبها لاخوها، فبتقولي البنت دي اخلاقها عاملة ازاي، بما ان احنا مثلا عارفين بعض او نعرف بعض او ساكنين في نفس المكان، فالبنت دي اخلاقها عامله ازاي. المفروض ان دي امانه، المستشار مؤتمن. يعني ايه؟ يعني المفروض ان انا لو اعرف اي حاجه سواء حلوه او وحشه لازم ارد عليها على طول، وما بالغش قوي في الوحش وما بالغش قوي في الحلو، يعني لازم اقول الامانه والصراحه، ودي ما تعتبرش غيبه. تاني حاجه، المظلوم عند القاضي. يعني واحد ظلمني فانا عايزه اخد حقي، فرحت للقاضي وقلت له فلان ده ظلمني، هل كده انا بغتابه؟ اكيد لا. تالت حاجة، الاستعانة. يعني أنا عارفة إن فلان ده بيعمل شيء مش كويس، فأروح مثلا لشيخ وأقول له إن فلان الفلاني بيعمل حاجة منكر، حاجة مش كويسة، يا ريت حضرتك تنصحه. فدي ما تعتبرش إن هي غيبة. رابع حاجة، الاستفتاء. يعني واحدة مثلا بينها مشكلة هي وزوجها، فعايزة حد ثقة تاخد منه المعلومة أو تاخد منه حل المشكلة اللي عندها، فتروح مثلا دار الإفتاء وتقول أنا زوجي كذا كذا كذا، المشكلة كذا، أعمل إيه؟ فدي برضو ما تعتبرش غيبة. خامس حاجة، المجاهر بالمعصيه. زي مثلا فلان الفلاني ده على طول بيشرب خمره وعلى طول سكران كده وماشي مش شايف قدامه، فانا مثلا بتكلم مع حد فذكرت ان فلان، فقلت ان فلان ده بيشرب خمره، فاذا هو اصلا مبين ده قدام الناس ومش مستحي مثلا ولا مكسوف، لا ده هو بيجاهر كده كده بالمعصيه، فلو ذكرته بالحاجه اللي هو بيعملها دي فما تعتبرش غيبه. سادس حاجه، التعريف. يعني مثلا فلان اعمى او فلانه مثلا بتعرج شويه، فانا عماله افكر صاحبتي مثلا دي فلانه اللي كانت معانا في سنه تانية فاكراها، فهي مش فاكراها. دي يا بنتي اللي هي كانت ساكنه في الدور كذا اللي بتعمل كذا، مش فاكراها. فاقول لها اللي هي كانت بتعرج كده شويه، او اللي هو فلان اللي هو اعمى، دي ما تعتبرش غيبه، لان انا لما بذكره دي بقى على حسب النيه. هل انا قصدا ان انا اتنمر عليه وان انا اهينه او اجرحه او اقلل منه او انتقص منه، فساعتها هتحاسب ان هي غيبه. لكن لو انا بذكره على حسب التعريف مش اكتر من كده، فخلاص ان شاء الله ما تعتبرش غيبه. سابع حاجه، التحذير. يعني ان انا مثلا فلان ده كان نصب عليا قبل كده في فلوس، وانا شايفاه قدام عيني رايح ينصب على حد زي ما عمل معايا، فاروح اقول لا خلي بالك فلان ده نصب عليا في كذا، فخلي بالك من نفسك. وبس كده، سلام عليكم.